ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو اللي احنا فيه ده مش عايز غير طبق كشري مشطشط كده ويكون حلو ولذيذ من ايديكي. عملنا الكشري النهارده بطريقه سهله وبسيطه. طبعا كشري الحله الواحده اللي ما بياخدش مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، في نص ساعه تكون عامله الغدا بتاعك ومجهزاه. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه معايا البصل بتاعي مقطعاه جوليان كده زي ما انتم شايفين رفيع، ونشفته بمنديل المطبخ الاول بعد ما قطعته عشان لو في اي نقطه من الميه او نزل ميه اثناء التقطيع. وبعدين حطيت عليه معلقتين 3 من الدقيق ورشه من الملح. ما احطش عليه نشا ولا بحط عليه اي حاجه غير كده. وبعد كده معايا كوبايه من الزيت زي ما انتم شايفين، وابتدي انزل فيها بالبصل بتاعي بعد ما نفضه من الدقيق واحمره. عايزه البصل يتحمر يبقى لونه ذهبي حلو كده مش محروق. طبعا المرحله دي اول حاجه في الكشري. ليه؟ عشان ناخد الزيت اللي حمرنا فيه البصل نسوي بيه الكشري فيديله طعم حلو، وفي نفس الوقت ما نرميش الزيت بتاعنا. بس الاساس انه عشان يخلي الكشري بتاعنا طعمه حلو ولذيذ. تمام. بعد البصل بتاعنا ما خد اللون الذهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده، بصفيه وبطلعه في الطبق بتاعي او في مصفى. اوعي تحطي تحتيه مناديل مطبخ، المناديل بتخلي اي حاجه انت عايزاها مقرمشه تطرى، فما تحطيش مناديل مطبخ. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله، والله بيبات لي تاني يوم زي ما هو مقرمش. بعد كده بجيب حله فاضيه زي ما انتم شايفين، بنزل فيها بشويه من الزيت. طبعا قلنا هنستخدم الزيت ده في الكشري بتاعنا. خدنا شويه من الزيت كده، نزلنا عليهم بمعلقه كبيره مليانه من الثوم المفروم. هنعمل الصلصه بتاعتنا ماشيين بالخطوات مظبوط، يعني الاسهل الحاجات اللي بتاخد وقت ورا بعضيها. تمام. فحمرنا التومية كده لحد ما اصفرت معانا، نزلنا عليها بربع كوباية من الخل، نديله تقليبة بس كده يتش معانا زي ما انتوا شايفين. وبعدين بنزل عليهم بعصير الطماطم، ضرب عصير طماطم ومصفية كويس جدا من القشر والبذر والحاجات دي، لازم تكون متصفية. طبعا عصير طماطم يعني معلقة صغيرة من السكر. تمام. وغطيناها، مش هبهرها دلوقتي ولا حاجة، وهسيبها تغلي مع بعضها. تمام. هنيجي بقى نجيب حلة كده كبيرة شويتين عشان نعمل ايه؟ نعمل بقى الاساس. زي ما انتوا شايفين خدنا شوية كتير من الزيت، نزلنا فيهم بربع كيلو من الشعرية. انا هقول لكم المقادير اللي انا عاملاها. انا عاملة من كل حاجة ربع كيلو ما عدا العدس بجبة، حاطة اقل من الربع شوية. تمام. يبقى ربع شعرية، ربع مكرونة صغيرة، ربع رز، ربع سباكيتي، اقل من الربع عدس بجبة. والعدس انا بنقعه قبلها بوقت، يعني بنقعه قبلها بساعتين ولا حاجة عشان مش هسلقه. تمام. حمرت الشعرية زي ما انتوا شايفين، وبعد ما اتحمرت نزلت عليها بالرز بتاعي، اديتهم تقليبتين مع بعض لحد ما تشوحهم. وبعدين نزلت عليهم بالمكرونة كده الصغيرة زي ما انتوا شايفين، برضو اديتها تقليبتين. وبعد كده هجيب العدس بتاعي اللي انا صفيته نقعاه بس يا جماعة مش سلقاه، صفيته من المية كويس، وبعدين هديهم تقليبة كده مع بعض. في المرحلة دي هبتدي ان انا بهر الاول قبل ما اضيف المكرونة الاسباجيتي، عشان لما بضيف الاسباجيتي ما بعرفش اقلب كويس. تمام. اه. حطيت شويه من الكمون وظبطت الملح بتاعي. تقليب تقليب تقليب، مفيش اسهل من كده. ربع سباكيتي اهو، انا حاطه من كل حاجه ربع زي ما قلت لكم. تقدري تعملي كميه اكبر من كده واصغر من كده حسب عدد افراد اسرتك. بقلب بقى كده على زي ما انتم شايفين، اوزع السباكيتي. وطبعا معايا ميه سخنه بتغلي، لازم نزود ميه مغليه. بنزود ميه طيب قد ايه؟ فوق نغطي الحاجه بعقله. تمام. بنقلب كده اهو. بصوا لما بنحط الميه بيبقى سهل التقليب، المكرونه بتكش كده يعني بتطرى شويه فبيبقى سهل التقليب اهو. بنشوف بالمعلقه الميه مظبوطه، بنعرف انها بعقله كده. بنغطي بقى ونسويه السوا العادي خالص. هنا زي ما انتم شايفين الصلصه بتغلي، هضيف بقى فيها شويه معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وملح حسب الرغبه. ما بحطلهاش اي حاجه تاني. واحلى صلصه كشري ممكن تاخديها. تمام. هي لسه خفيفه، لسه عايزه تغلي شويه. وهنا اهو بصوا زي ما انتم شايفين، اول ما ابتدى يتشرب خلاص، المية اللي فيه ابتدت تتشرب، اديته تقليبة من فوق لتحت كده زي ما انتم شايفين. وبغطي وبهدي النار عليه واسيبه لما يتشم. لا هيعجن منك ولا مش عارفة ايه زي ما بسمع. تعالوا هنا نقول الدقة دي عملناها ازاي لان الفيديو اتمسح. الدقة دي عبارة عن حبة من معلقة من الزيت عليهم معلقة صغيرة من الثوم،
اتحمروا مع بعض. نزلت عليهم بطشه من الخل، وبعدين كوبايه من الميه، وبهرت ملح وكمون وكزبره، وسبتهم يغلوا مع بعض، وبعدين عصرت عليهم نص ليمونه وشلتهم من على النار. كده الدقه بتاعتنا. نيجي للشطه، حطينا برضو معلقه كبيره من الزيت، ونزلنا عليها بمعلقه كبيره مليانه من الشطه. هنقلبهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. لا مش عايزينها تتحرق مننا، احنا نديها تقليبه كده بس، نخلي بالنا لو في اطفال لان الريحه قويه جدا. وبعدين بنزل عليها بكبشه من الصلصه كده زي ما انتوا شايفين. تمام. تقيله طبعا. هضيف لها حوالي ربع كوبايه من الميه عشان اخففها شويه، واديها تقليب تغلي غلوه، واشيلها من على النار. وبكده الشطه بتاعتنا ولا الشتيته زي ما بتسموها بتكون جاهزه معايا. تمام. يبقى الدقه قلناها بتتعمل ازاي، وكل حاجه هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. هنا زي ما انتم شايفين ادي الكشري بتاعنا، عجن ملزق ولا اي حاجه. شايفين الكشري عامل ازاي؟ اهو ما شاء الله تبارك الله. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا، ما بياخدش وقت ولا مجهود، وفي نص ساعه هتكوني عامله الغدا بتاعك. اهو شايفين. يا كنا نقول هنعمل كشري عايزين حلل كتير وعايزين مش عارفه ايه، لا جربوه بالطريقه دي. شايفين لونه حتى عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. والله العظيم طعمه كده احلى كتير جدا لما بنعمل كل حاجه لوحدها. هنا الصلصه ما شاء الله تبارك الله تقلت معانا وبقت زي الفل. كشري الله الله على الريحه. طبق كشري في الجو ده. شايفين بقى البصل بتاعنا؟ شايفين قد ايه هو مقرمش؟ ما شاء الله تبارك الله. بصوا بقى، بصوا الكشري يا سيدي، بصوا الجمال. عايزه اقول لكم شمين الريحه، اغرف لكم طبق. جميله قوي قوي. جربوا الطريقه دي تعجبكم ان شاء الله. انا معتمده الطريقه دي من زمان جدا جدا، نزلتها لكم كذا مره. الشطه الدقه بتاعتنا الجميله اللذيذه مختلفش عليها اتنين، احلى كتير من بتاعه المحلات. بصوا بقى، بصوا نغرف الطبق بتاعنا كده، لا معجن ولا مش عارفه ايه. اصلا في ناس كتير تقول كشري الحله الواحده ده بيبقى معجن ويبقى مش شكله مش لطيف ومش عارفه ايه. لا والله جربيه بالطريقه دي، او انت بس اعمليه صح وهيطلع معاكي جميل ولذيذ. بنشكل الطبق بتاعنا زي ما احنا عايزين اهو. بغرف كده وبحط عليها الصلصه والبصل، واللي عايز بقى دقه وشطه يحط لنفسه. بصوا الجمال، شكله لوحده يفتح النفس. مش كل يوم بقى هنعمل عدس ومش عارفة ايه، فنغير ونعمل كشري. شايفين الجمال؟ شايفين شكل الطبق اصلا يفتح النفس. طبعا قدمت جنبه زي ما انتوا شايفين شوية من الصلصة والشطة والدقة، وحطيت البصل للي عايز يزود. بصوا مقرمش قد ايه، بصوا جماله. لو بات حتى لتاني يوم بيفضل مقرمش زي ما هو. اهم حاجة ما تغطوش وما تحطيش تحت مناديل المطبخ. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل وتستفادوا منه وتجربوا الوصفة، وتكون سهلة وبسيطة وتاخدوا منها افكار. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.